لو لسه بتعمليها واحدة واحدة فانت فايتك كتير. تعالي اعمليها كلها دفعة واحدة وهتوفر معاكي كتير في اللانش بوكس، وكمان في الفطار والعشاء وسناك طول اليوم بين الوجبات. تعالي بسرعة اقولك ازاي تعملي احلى واطعم مخبوزات. كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين من السكر، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل الابيض، ومعلقة من الصلصة. وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. الصلصة اللي انا مستخدماها صلصة طماطم معلبة، استخدمت منها معلقة كبيرة بتاعة الاكل. 4 كوبايات من الدقيق، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح بسيطة. هعجن بقى لحد ما العجينة تتلم معايا بالشكل دوت كده، وهسيبها بقى تخمر لمدة تلت ساعة او نص ساعة على حسب درجة حرارة المطبخ عندك. بعد كده هبدأ ان انا اخدها افردها كلها بالشكل دوت باي قطاعة عندي مدورة. هبدأ ان انا اعملها بالطريقة ديت كده، وكده بقى عندي اسهل بكتير جدا. هحشيها بقى جبنه وارولها بالشكل دوت واقفلها كويس جدا في صاج في رشه زيت، وهرص البوريك بتاعي كله في قلب الصاج. دهنه بسيطه من الحليب وعلى وشها سمسم وحبه البركه، بتدخل على فرن درجه حراره 180. ودي احلى واطعم بوريك تقدري تعمليه.